تعمل انت 100 مكالمه فيهم رونج نمبر فهيطلعوا مثلا 95 عشان ما فيش اصلا اتصالات حصلت، الرقم اصلا مكتوب غلط. 95 كواليتي منهم يطلع منك مثلا لو اتكلمنا على الارقام العاديه اللي في السوق يطلع 60، وده رقم كبير جدا. يعني لو جالك 100 ليد يطلع منهم 60 كواليتي، ده رقم خيالي. لو حد بتاع ماركتنج جوه شركه او في شركه ماركتنج، شركه البروكر متعاقده معاها، هيعملوا لهم كل حاجه في نفسهم او عشان ما يمشوش سلوك، ان يطلعوا 60% من جوده من الليد اللي بتيجي، تطلع 60% بتستجيب تتكلم وترد على التليفون معاك والكلام ده حلم اي شركه. الحمد لله احنا في عالم اخر من الكلام ده. تمام؟ احنا اشكالياتنا مش في ده اصلا، اللي هي اكبر اشكاليات الشركات كلها، اكبر اشكاليات الشركات الحته دي، ودي جامده عندهم. عندنا دي جامده. الكواليتي بقت 60%، دول مستجيبين معاك، طلعوا لك الريكوستات طلبوها بوضوح 50 مثلا، ال 50 دول فيهم فيزبل ونوت فيزبل، فيطلعوا كام؟ الفيزبل مثلا 40 ريكوست حقيقيين منطقيين. حلو كده، 40% اهو، دول اللي طالبين منك طلبات. قدرت توفر منها قد ايه؟ خلاص الريكوستات هنقول 40، الافورد هنقول 30، قدرت توفرها للناس. مش ملم بكل السوق، لان كل الكلام ده يكون في مكالمه. فالراجل هو بيكلمك فبيقول لك انا عايز حاجه على البحر كده وتكون 3 غرف وصاله وبتاع وتسليمها كمان سنه ونص، فانت مش لاقي. فانت الريكوست ده مش هتافورد الريكوست ده وهيطلع براك مع انه موجود. ليه؟ اشكال عندك، انت مش مذاكر كويس، فيسقط منك، هيسقط بسبب العميل وطلباته. هنا هيسقط ال 20% ده، هيسقط بسبب ايه؟ ان انت مش مذاكر.